عمرك صحيتي من النوم وحاسة انك تعبانة من غير سبب واضح كده، ومش عايزة تعملي حاجة، مجرد الفكرة بس تقيلة على قلبك؟ استني، يمكن القصة دي تشبهك شوية. كان في بنت كل يوم بتصحى بنفس الإحساس ده. عينها بتفتح بس قلبها تقيل. بتبص حواليها حاجات كتير محتاجة تتعمل، بس مفيش طاقة ولا رغبة. وكانت دايما تقولي نفسها يا رب أرجع لزمن قبل المسؤوليات، قبل الضغط ده كله. وكانت مقتنعة إن المشكلة في حياتها، وإنها بقت أصعب وأتعب من الأول، مبقاش فيها راحة زي زمان. وفي يوم عادي جدا وهي بترتب درج قديم كده، لقيت كشكول من سنين كتيرة. قعدت تفتحه وهي مبتسمة كده، وقالت يمكن ألاقي حاجات حلوة تهون عليا العيشة اللي أنا فيها دي. بس أول ما بدأت تقرأ في الكشكول بتاعها ده اتصدمت جدا، لأنها كانت كاتبة أنا تعبانة ومش طايقة حياتي ديت، ونفسي الأيام دي تخلص بسرعة عشان أهرب من كل اللي أنا فيه ده. سكتت وفضلت باصة للكلام شوية، وبعدين ضحكت، بس ضحكة فيها شوية وجع كده، وقالت هو أنا كنت هناك وبتمنى أبقى هنا، ودلوقتي أنا هنا وبتمنى أرجع هناك. وفي اللحظة دي فهمت حاجة مهمة جدا، إن المشكلة عمرها ما كانت في الوقت ولا في المرحلة اللي هي فيها. المشكلة كانت في إحساسها وفيها هي نفسها، وفي طريقة إدارتها لليوم. ومن هنا قررت مش إنها تغير حياتها كلها مرة واحدة، لكن تغير طريقة تعاملها مع يومها. في شوية كده حاجات هقولك عليهم، لو اتبعتيهم إن شاء الله بيتك يبقى جميل ومرتب دايما. قبل ما نبدأ ما تنسيش الشركة في القناة لو لسه ما اشتركتيش، وضغط لايك. أول حاجة يا جماعة إن احنا نبطل أول ما نصحى من النوم نمسك الموبايل. مش لازم نبدأ يومنا بان احنا نقارن نفسنا بحد ونبص على السوشيال ميديا بقى، ولا نشوف معلومات تشتتنا. لا، ابدأ اول حاجة تبدأي تدي لنفسك 10 دقايق بس هدوء كده، تصحي تشربي كوباية شاي، تاكلي، تعملي اي حاجة بتحبيها، تشربي حاجة دافية، وتقعدي مع نفسك كده شوية، ومن غير ما تاخدي بالك يومك هيبقى اهدى. تاني حاجة بقى، يعني بطلي تكتبي قائمة طويلة كده ملهاش آخر، وتسألي يعني نفسك ايه أهم 3 حاجات لو عملتهم النهاردة هحس إني أنجزت في البيت، وتركزي عليهم. وتحسي برضو إن ال3 حاجات دول لما تركزي على 3 حاجات بس هيخلصوا، ويبقى عندك طاقة كمان تكملي لو في حاجة تانية عايزة تعمليها. وابدأي إن انت تشتغلي بنظام 25 دقيقة تركيز و5 دقايق راحة. مش هيبقى فيه ضغط ولا إرهاق، شوية شوية هتلاقي نفسك بتنجزي أكتر من الأول بكتير. رابع حاجة بقى، تبدأي بالأصعب، الحاجة اللي كنت بتهربي منها طول اليوم ابدأي ان انت ابدأي بيها على طول، اعمليها الأول. ومرة واحدة كده هتحسي ان اليوم كله بقى أخف لما تعملي الحاجة اللي مضايقاكي ديت، واللي انت حاسة ان هي خانقاكي، وان هي مزيطة البيت، او ان انت عايزة تعمليها هم على قلبك كده. ما بقاش في حمل، يعني عشان ما يبقاش في حمل تقيل فوق قلبك كده طول الوقت او طول اليوم وشايله همها، اعمليها. خامس حاجه بقى، بطلي ان انت تجلدي في ذاتك. لو يوم عدى وانت ما عملتيش كل حاجه، ما تقوليش انا فاشله، انا مش قادره اعمل حاجه، انا هعمل ده كله امتى. قولي انا عملت اللي قدرت عليه، وبكره ان شاء الله اكمل. ويمكن دي كانت اهم خطوه ان احنا نعملها، ان احنا ما نجلدش ذاتنا يا جماعه، عشان هو اهم حاجه تكون نفسيتك كويسه عشان تعرفي تعملي حاجه. سادس حاجه بقى، انك تكافئي نفسك على اي انجاز حتى لو صغير. تعملي حاجة بتحبيها، بعدها تاكلي حاجة حلوة، تعملي حاجة حلوة في البيت. فده بيخليكي عندك دافع تكملي من غير ضغط، او حاجة تجبرك، يعني تحسي ان انت شغل البيت ده ضغط وحاجة مجبورة عليها. لا، تحس يعني بجد تخليكي تحسي ان انت ايه كده بتعملي الحاجات بحب، وان شغل البيت ده يبقى كويس مش متعب. ومع الايام هتبداي تحسي ان نفس الحياة، ان هي نفس الحياة، بس يعني هتبقى اخف واهدى والطف. مش لانها اتغيرت، لكن انت اتعاملتي معاها بطريقة مختلفة. احنا اكتشفت يا جماعة ان احنا مش محتاجين ان احنا نهرب من حياتنا، احنا محتاجين نفهمها ونظبط يومنا جواها. فانت لو عايزة دلوقتي حاسة انك عايزة ترجعي لورا، يمكن الحل مش انك ترجعي، يمكن الحل انك تبدأي من مكانك بس بهدوء وخطوات بسيطة. الانجاز مش انك تعملي كل حاجة، الانجاز انك تعيشي يومك وانت مرتاحة.
وقولي في الكومنتات بقى ايه اكتر حاجه بتحس انها بتضيع يومك، وايه اول خطوه هتجربيها من النهارده. وده كده يا جماعه روتين النهارده، ان انا ابتديت ان انا اروق البيت واكنس الشقه وكده، وبعدين دخلت على ركنه لان هي كانت مضايقاني. يعني كانت فيها حاجات كتيره وسخه فغسلتها، يعني أنا ما غسلتهاش كلها، انا غسلت الحاجات بس ايه البقع اللي فيها كده. وكنت بعمل الزوايا اللي هي دي عشان المكنسه، عشان العيال بيملاها حاجات وترابه. وكده غسلتها. انا حطيت هنا في شويه ميه كده، حطيت كلوركس الوان، وحطيت برسيل جل، وحطيت مزيل البقع بشتريه من عند بتاع المنظفات، ومعطر بس. ويعني كانت شايله البقع كويس يعني ما شاء الله. وكده كنت بحوشهم لان هما بيجيبوا حاجات ويقعدوا الاكل ما بديلهم الاكل طوها كده. كانوا جايبين قلم الوان ومبهدلين كده زي ما انتم شايفين، بس الحمد لله يعني الخلطه دي طلعتها، يعني كانت كويسه جدا وانجزت معايا وطلعت ونضفت كويس. وعملت كده بالمكنسه زي ما قلت لك، انا بعملها بنشفها بس ما تنشفش قوي برضو. بتعمل ايه؟ بتبقى فيها يعني نسبه ميه بس بتنشف بسرعه، يعني لما هي بتشيل كميه ميه كويسه يعني من الحاجه. وبعدين رحت بقى ايه بعد ما خلصت ركنه رحت مسحه طبعا الارضيه ومسحت الدنيا كلها، وكنت مخلصه المطبخ بتاعي من بالليل. ده برضو كان حاجه حلوه، يعني انت تخلصي مطبخك من بالليل او تغسلي المواعين كلها، بتديكي طاقه ان انت تاني يوم تصحي كده نفسيتك مرتاحه والدنيا متظبطه معاكي. فما تضطريش ان انت اول حاجه تعمليها تدخلي المطبخ بقى وتغسلي المواعين وكده. لا، بتبدأي يومك كده على نظافة، ان الدنيا نظيفة في بيتك، مطبخك نظيف. بتبقي مثلا لو عايزه تعملي حاجه كبيره قوي، يعني مثلا تغسلي ركنه، تنظفي البيت، تمسحي حته معينه مضايقاكي، تكوني عامله طبيخ مثلا من قبلها بيوم، او هتعملي حاجه كده ايه خفيفه يعني، فاهماني؟ عشان ما تبقيش ايه بقى بتعملي حاجه وحايسه في حاجه تانية، وعايزه تدخلي المطبخ تعملي اكل، وعايزه تغسلي مواعين، وعايزه تنضفي ركنه. لا، ده كله مش هيخليك تعملي حاجه في الاخر. انت اول حاجه تبداي بيها ان تكوني مظبطه الدنيا بتاعتك من بالليل، غاسله مواعينك، مثلا عندك اكلك في الثلاجه مثلا عاملاه من قبلها بيوم، او ان انت يعني مش هتعملي اكل، تعملي حاجه كده خفيفه. واليوم ان شاء الله هيعدي خفيف وكده ولذيذ، واحنا بنبدا واحده واحده. انا قلت بقى اعملها عشان عيد الضحيه طبعا داخلين، كل سنه وحضراتكم طيبين كده. قلت انضف بقى الركنه دي لان هم كانوا مبهدلينها قبل ما اجيب الكفر. هي كانت متبهدله بس انا حطيتها، كنت بقى فاضيه ساعه ما جبت الكفر، كنت بحطه عليها على طول من غير ما اغسلها. قلت بقى النهارده احط الكفر واغسلها، وبعدين بقى ايه غسلته في الغساله، وبعدين غطيتها يعني عشان ما تتوسخش بعد ما نشفت. وكنت بنشفها كده بالمكنسه، وكان يوم منجز معايا وما حسيتش ان انا عملت حاجات كتيره يعني. وكان عندي طاقه ان انا اعمل حاجات تانية، بس انا الصراحه يعني ايه اللي قلت اقعد مع الولاد شويه وارفع عن نفسي كده عشان ما اتخنقش يعني. وهنا كنت بقى بعمل طبعا الصاله. انا من النوع كمان يا جماعه اللي لما بكون عملت حاجه وانجزت، اما بلاقي نفسي عندي وقت تاني ما بحاولش اضغط على نفسي، يعني بحاول ان انا لما ببقى في يوم متضايقه كده، لان انا اليوم ده كنت صاحيه ان انا مش في المود يعني، فما حبيتش ان اضغط على نفسي زياده واعمل حاجات تانية. قلت لا، هي كفايه كده. روقت وكنست وعملت الركنه. بس وقضيت باقي اليوم بقى بلعب مع اولادي، بهتم بيهم، بشوفهم محتاجين ايه مثلا كده يعني. بيدي الواحد نفسه يوم كده راحه، ما بيعملش يعني بعد ما بخلص حاجات اللي عليا ما بعملش حاجه، بقعد كده ان انا الدنيا بتاعتي رايقه تمام. بلعب انا والولاد مثلا، بعمل حاجه حلوه، بمسك الموبايل كده يعني. بحب اكافئ نفسي الصراحه، بقرا حاجه تديني معلومات تكون مفيده ليا، بقرا القران، بقرا الورد بتاعي، بصلي صلواتي. والحمد لله يعني الواحد نفسيته بتتحسن في اليوم ده لما بكون قايمه مش في المود، وحاسه ان يومي مش احسن حاجه، انا مش احسن حاجه في اليوم ده. وده كانت نهايه الروتين كده. كنت مسحت بعد ما شفطت، مسحت بالمعطر عشان راح تبقى حلوه بالشرشوبه، زي ما قلت لك ان هي بتسحب الميه بس ما بتنشفش بنسبه 100% يعني. فان انا قلت تجيب شويه ميه احط فيهم معطر بقى ايه اعمل. وده كان منظر طبعا المطبخ زي ما قلت لك، كنت منضفاه من بالليل ومرتباه يعني الحمد لله. ما كانش فيه غير شويه مواعين كده من الفطار والعشاء. ما تنسيش بقى تضغطي اللايك وتشتركي في القناه لو لسه مش اشتركتيش.